جعودة المعارض الليبي الذي ينضم إلينا الآن في الحصيلة. زعلان ليه يا سيدي؟ مرحبتين. أهلا بيك أهلا بيك. يعني في حد بلده تتضرب بهذا الشكل وما يزعلش يا سيدي؟ كلنا نعم. زعلانين الحقيقة. المشهد كيف يبدو لك الآن في ليبيا؟ المشهد أنا أولا عندما قبل الفاصل قلت ما يشبه الحرب الأهلية. لا يوجد حرب أهلية في ليبيا الحقيقة. يوجد رجل ظالم تحمله شعبه أكثر ما يزيد على 40 عاما. هذا الرجل يدعي بأنه زعيم ثورة وصاحب النظرية العالمية الثالثة، ورجل أتى بالحلول النهائية لكل مشاكل البشرية. أممي. لما طلبه شعبه بعد 40 عام، يعني ما يقارب نصف قرن، يقول له كتر خيرك وبالسلامة. نعم. إذا بالرجل ينقلب وما يرى منه هذا الشعب المسكين الذي تحمله. رأينا على فضائيتكم أو كل الفضائيات صحيح. دبابات ميج 21 ميج 21 ميج 23 ميراج. يعني لا أدري العقيد القذافي لو دخل في حرب ضد دولة أجنبية ماذا سيعمل؟ الغريب جدا إنه كانت شجاعته الفائقة من وراء أسوار واستعمل ضد أبناء ليبيا، ولكن منذ كم يوم والغرب يقصفه. هل رأيت أي طائرة العقيد خرجت وضربت ولو حتى في البحر؟ يقال قبل قليل فقط إنه التحالف أسقط طائرة. نعم. وهل تظن أنا أقسم على الله قسما لا إثم فيه أن هذه الطائرة لم تخرج لا لضرب الفانتوم الأمريكية ولا الميراج الفرنسية، خرجت لتضرب أهلنا وأبنائنا في زنتانا وفي مصراتة للأسف. نعم. هذا الرجل لو كان الجبن يسمى شيئا لسمي باسمه. ثم أيضا لو كان الظلم والغدر يسمى باسم لسمي باسمه. لكن أنا أحب أن أعرف منك تصوراتك عن المستقبل القريب للوضع في ليبيا كمان، لأنه الحقيقة هناك ما يشبه الإصرار من قوات التحالف ومن المجتمع الدولي بأنه لن يكون هناك نزول بري في ليبيا. هذا نحن شايف؟ طيب كلام جميل كلام جميل. إذا كان الثوار سيعتمدون على قصف مكثف لقواعد العقيد وللقوى الجوية والدفاعات الجوية عند العقيد ويفضلوا مستنيين، ما هو الوضع لن يحسم يا سيدي. ما فيش حد يحسنا. هو أولا دعنا نذهب بالترتيب. في الأول تقدمت قواتنا حتى دخلت بن جواد. بن جواد هي النقطة اللي على مرمى حجر من سرت. ومصراتة حرت والزاوية حرت. حصل انقلاب مفاجئ جدا بعد رحلة سيف إلى إسرائيل. دعنا نكون واضحين. سكتنا أنا لم أقرأ عن ذلك إطلاقا. أنا أسمعه للمرة الأولى منك. سيف ابن القذافي زار إسرائيل. نعم. أنا لا أعرف ذلك. خرجت يا سيدي 4 طائرات. أعلن عن 3 منهن والرابعة خرجت تحت غطاء هذه ال3. هل تذكر يا سيدي عندما أذيع على كل فضائيات وأكيد حتى فضائيتكم وصول عبد الرحمن الصيد الزويي إلى القاهرة؟ بعثه العقيد وبعث مندوب آخر إلى اليونان والثالث إلى أوروبا. الرابعة خرجت بسيف. منذ ذلك الوقت رأينا التقدم. لماذا؟ لأنه انقلبت أمرين مهمين. دخلت شركة جلوبال SCT على الخط وبدأت في تجنيد ليس المساكين الذين طبع لهم ورقا على أساس أنه نقود الذين كانوا يشتغلون. بدأت هذه الشركة في الاتيان بمجندين محترفين شاركوا في حروب حقيقية ويعرفوا ماذا هي الحرب. منين يا أستاذ صالح؟ من أفريقيا. من أفريقيا. نعم. طيب أنا هسمع الحكاية للآخر، لكن أود فقط أن أقول للمشاهد الكريم إنه ما يرويه الآن الأستاذ صالح يعتمد عليه هو، ليس بوسعنا أن نتأكد منه من مصدر آخر، وسنكمل الحكاية معك يا سيدي. أنا سأقول لك ارجع إلى صحيفة الأهرام المصرية نقلا عن التلفزيون الإسرائيلي يوم الأحد هذا التقرير، وأنا مستعد لإعطائك نسخة برينتابل مطبوعة جاهزة. لكن أنت عارف أنا لا أحب أن أضيع الوقت في أخذ ورد. أنا رجل إعلام ورجل سياسة يا سيدي أنعم. شوف أنا عايز إيه دلوقتي. أنا عايزك تقول لي
في الميدان هذا الأخذ والرد سيستمر شهور وسنين وتبقى ليبيا دولتين، واحدة في بنغازي وواحدة في طرابلس، ولا ستحسم قريبا؟ لا، ستحسم إن شاء الله. ولكن لكي أكون صادق معك ومع مشاهدي قناتكم الموقرة، لا أستطيع أن أقرر قريبا أو بعيدا، ولكن لن تكون بعيدة بالمعنى الذي أوجه. أولا، الشعب الليبي لن يقبل التقسيم ولن نقبله. ثانيا، المسألة الآن بعد أن ضربت قوة العقيدة الجوية ويده الطائلة حتى بالذخيرة بالقوة الميدانية الأرضية القوية. قواتنا تتقدم الليلة تحارب في جدابية. إذا ما احتلت جدابية هي one of the most important، واحدة من أهم المفاتيح العسكرية دون شك والجيوبوليتيك. إذا ما أخذت جدابية سيظل الطريق لاسترداد المناطق النفطية الثلاثة، استردادهن، وتبقى المعركة الحاسمة هي سرت. المعركة الحاسمة سرت ليه؟ لأن أولا هي مسقط رأسها، ثاني سقوطها يمثل نفسيا عامل، نعم، وعسكريا يبدأ الممر مفتوح من مساعد وطبرق حتى مد أخواننا في مصراتة. وأنت تعلم سيادتك إذا كان وصلنا مصراتة فيبقى ما بيننا وبين طرابلس مرمى حجر. لكن احنا بنتحدث عن تطورات ميدانية ستستغرق وقتا. في هذا الوقت في تصورك الثوار لديهم والمدن التي هي تحت إدارتهم الآن المجلس الوطني عنده إمدادات غذائية كافية، عنده موارد مالية، هو يسيطر على كم في المئة من النفط الليبي والغاز الليبي؟ اشرح لنا الحكاية دي أرجوك. النفط الليبي الآن ليس في يد أحد، فهو مجمد. مش فاهم. مجمد قصدي لا الشركات النفطية أولا أغلبية الخبراء والقادرين على الإخراج قد غادروا. هذه الحقول أغلبيتها في المنطقة الشرقية. أيضا لماذا استمات القذافي في استعادة البريقة وسدرة وراس لنوف؟ لأنها غير أنها بها المصافي، بها مجمعات الإيثيلين والميثان والكيماويات كلها، وبها مرافق التصدير. إذن المعركة كانت، والمعركة عند الطرفين أيضا لكي أكون أمين، عند الطرفين هو نقص المادة التي تحرك الآليات، صح، الوقود. وبالتالي رأينا أن العقيد حاول وأخذوا منه الثوار الباخرة التي كانت آتية من اليونان. بالأمس كانت هناك باخرة خارجة من مالطا، وهذا يدعو، وأنتم قناتكم قناة اقتصادية، يدعو إلى مراجعة هل هناك جهة معينة لا زالت تحتفظ ببعض الأموال أو تدفع نيابة عنه. هذا ما يجب تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي وتتبع أثاره. وخصوصا في الدول اللي كان بينه وبينها علاقات وثيقة، مالطا وإيطاليا. الباخرة اللي طالعة من مالطا تريد أن تأتي للزاوية. لماذا رأينا الزاوية همدت فيها؟ لأنهم لديهم الذخيرة ولديهم الدبابات والدروع، ولا توجد لديهم ما يديرها. فهم يحاولون الآن، ولله الحمد أنه بدأ الحصار البحري، فنرجو أن يكونوا عينهم على ذلك. طيب أهلنا في بنغازي عندهم أكل يا سيدي، عندهم إمدادات غذائية؟ نعم، في هذا الشأن لم تتأخر. الشقيقة مصر عبر الحدود، تعرف حدود مساعد طبعا، دولة قطر، مجلس التعاون الخليجي، الشعب الليبي في الخارج لا تتخيل. يا أخي تعرف أقل واجب يا أستاذ صالح. طبعا هو واجبهم، ولكن لا أنت تتحدث ليس عني الذي كنت في السجن وذهبت الخارج. تتحدث على أبنائنا الذين لم يروا ليبيا، هم جنسياتهم بريطانية أمريكية، الجيل الثاني والثالث. ولدوا في أبو ظبي، ولدوا في دبي أو في الدوحة وغيرها. لا تتخيل مقدار هؤلاء الشباب والأطفال. الشباب أنا نقول أطفال يعني شيء خلاص. نعم متعك الله بالصحة. الله يكثر خيرك. مدى ما يتبرعوا به وما يجمعوا به. اليوم أحد من أبنائنا اتصلت به لكي يسلم علينا، يجي في زيارة، قال لي يا عمو أنا في الدوحة قاعدين جبنا مستشفيات ميدانية وحنبعثوها لليبيا. يا سلام.
يا سلام. هذا كان في إمكانه أن لو أنا اتصل بيه نقول له هذه بلدك، يقول لي سوري هذه بلدك أنت. دي بلد العقيد. نعم. عارف قبل ثورة الشباب الليبي الحقيقة دي كانت بلد القذافي وعيال القذافي ببساطة. نعم. قل لي تفاوتت مواقف الدول العربية بشأن العملية العسكرية ضد ليبيا. نعم. يعني يمكن قطر شاركت مشاركة فعالة بمقاتلات، الامارات والاردن قالا سنشارك انسانيا انسانيا نعم. والكويت يمكن نعم. كمان. مصر قالت ماليش دعوه خالص، انا عندي عشرات الالاف من المصريين في الداخل، القذافي هيذبحهم. ايه رايك؟ نحن نتفهم موقف الشقيقه مصر، خاصه في هذه الظروف كما تعرف بعد. نعم. يعني مش ناقص على المجلس العسكري ان يقوم هذا الرجل. وهم ليسوا عشرات الاف، هم أكثر من نصف مليون مصري. يعني مش ناقص عليهم يبعث لهم لا قدر الله حتى 1000 جثة. صحيح. هذه واحدة. لأن وراهم 1000 عائلة في النهاية. يعني كما لا نرضى الموت والقهر لأهلنا، علينا أن نكون إنسانيا عند كلمتنا. وأنا أتفهم، ولكن إنسانيا. يعني يكفي لمصر وأبنائها وحتى مجلس العسكري أنهم بمجرد ما أصبحوا جرحانا مستشفياتنا لا تطالهم أو لا تستطيع استيعابهم، أمر سعادة المشير بأن أي جريح ليبي يعالج في أي مستشفى في مصر على نفقة الدولة المصرية. يا سلام. وهذه مبادرة كريمة ونحن أخوة. شيء لطيف. نعم. إفريقيا خذلتكم جدا. أنا الحقيقة مش أشعر بالمرارة لهذا الموضوع. نعم. واضح أن الأفارقة مصدقين أنه هو ملك الملوك. أنا بالضبط قلت على فضائية نظير النظر عندما تقدموا بوقف إطلاق النار. قلت لهم بدل أن يطلبوا إيقاف إطلاق النار لإنقاذ ملك ملوكهم، كانوا يجب أن يقفلوا شركة الجلوبال SCT علشان تأخذ أبناء وهم أشقانا في النهاية. أنا وياك فارق. صحيح. أن بدل ما تبعث أبنائهم لكي يموتوا في قتل شعب أهل ليبيا. يا سيدي، حاربنا ضد الفرنسيين في تحرير تشاد. نعم. ولا منة للشعب الليبي في ذلك. حاربنا في دارفور. العقيد لما أتى بعث لكي يثبت عيدي أمين إذا تذكر، أو يمكن أنت شاب صغير، لتثبيت سلطان الإمبراطور بوكاسا. لا، التاريخ لا ينسى ذلك يا سيدي. نعم. وبالتالي الآن موقفهم الحقيقة موقف الاتحاد الأفريقي، ولا زال على فكرة لا يزال عبر أفريقيا، لأنه سبها وتغران وغات ما زالت منافذ تأتي بالمرتزقة. حتى شركة جلوبال أبلغت مرتزقة الذين أتت بهم بأن عليهم الانسحاب، ولكن إذا ظلوا أن يبقوا فليس مسؤوليتها. تعرف هذه العقود وهي مسؤولة قانونا، ممكن يبقوا ولكن على مسؤوليتهم الخاصة. طيب أنا عندي سؤال يتعلق بتوازن القوى. هل تتصور أن الثوار بما لديهم من أسلحة وبأعدادهم أيضا، أنا مش عارف تقديرات أعدادهم كام، يستطيعون مواجهة طوفان المرتزقة هذا الآتي ولعابه يسيل على فلوس العقيد؟ يقول لك ناخد حتة من العقيد ده قبل ما يمشي يعني. ايوه صدقت. امال ايه؟ هو عاوز ياخذ حته من فلوس العقيد طبعا، لكن مش مستعد يموت لانه عاوز يعيش عشان يصرف الفلوس دي في باريس ولا في بروكسل. وبالتالي رايناهم يفرون. حتى الرجال اللي معه، لكي ايضا اكون صادقا امام هذه القناه، ليس معنى ذلك انه لا توجد ان كتائب القذافي كلها مرتزقه. لا، يوجد، ولكن لماذا يوجد؟ دول قذافة؟ دول قبيلته؟ لا ليس. يعني ربما بعضهم قذافة، ولكن يوجد بعضهم غير قذافة. العملية ليست عملية قبلية ولا عملية حرب أهلية سيدي. نعم. الرجل 42 سنة يا أستاذي ورط أناس في قتل. صحيح. ورط أناس في تعذيب، ورط أناس في سرقة ملايين من الدولارات. مصلحتهم أن يبقى. أصبحوا أن مصلحتهم أن يبقى، ويعرفوا إذا غادر، ويعرفوا بأنه سيبيعهم بمنتهى البساطة وسيبقى هم. أقول لك مثل وأنت حضرتك من مصر، زي الحبيب العدلي. أيوة. اليوم تحول إلى محكمة جنايات بتهمة قتل. صحيح. ورئيس مصر السابق أو المخلوع قاعد في بيته تحت الحراسة. فكم من ليبيين من الدوائر المقربة من القذافي سيحاكم بعد ذهابه، بعد رحيله. نعم. احنا نتمنى بس إذا لم ينفصلوا عنه. إن الله يغفر الذنوب جميعا ما لم يشرك به. إذا كان الله سبحانه وتعالى يغفر،
فما بالك بالبشر. أنا لكن فاهم مهمة جدا الباب الخلفي اللي حضرتك بتفتحه ده. أنا الباب الخلفي لأن كل قطرة دم من طفل ومن مرأة ليبية هذا السبب يا سيدي، أريد أن أفتح الباب.